خاش يلا تعال اسبح بالنهر. لا والله ما أريد، هسه أغرق. ما تغرق يا السباحة سهلة وأنا موجود يمك. ما أريد، أحسن شي خلي نروح للبيت. والله ما أرجع للبيت إلا تسبح بالنهر حتى تتعلم. أهو زين، وإذا غرقت؟ ما تغرقاني بطل يمك لا تخاف. يابا أنت عايش؟ لا شفتك طلعت أبوك جيت ركض. هسه شلون أعرف عايش؟ امشي ناخذه للبيت هسه شبع مي. آخ شلون مغامرة حلوة على الشط هناك. وخاش تونس لو لا؟ هي تونست وشبع الضحك هم. باي هاي السمكة شكبر هي. خوش والله يطبخها باكر. طلعت صيادة قاطع. إيه لا عداني كل شي أعرف حتى الصيد. هاي السمكة هي صادته، غرق وشلبت بيه. شوفي لي شو كنت مباراة برشلونة. هسه انت تعرف تصيد، ليش ما تبيع سمك؟ مو احسن من قعدتكم بالبيت؟ والله خوش فكرة، نصيد منه ونبيع منه ونشتري بلاي فور. اشوف الصيني وراضي بشنو ينصحوني بعد اقرر ابيع سمك. تخيل قاطع انت شوي وتصير وجبة للسمك. ايه بس لو اعرف السمكة بشنو عجبتها وشلبت بيه. اشكر ابنك طلعك، وإلا كان غرقت. حتى انا بعيد جيت متأخر ما لحق اطلعك. صوني على اساس راح الطلعة والله هم تغرق وياه. شباب على موضوع السمك، زوجتي اقترحت علي بيع سمك، شنو رايكم بالشغلة هاي؟ والله فكرة رهيبة، انت سويها واحنا وياك ندعمك. وهم السمك لنا بلاش. تستاهلون انتو. لعد يلا خلي نروح نصيد. بشرط تصيد غير بالاول تجيب شبكة وتحتاج بلم حتى تصيد. وهم كان موقعه بالسوق حتى تبيع السمك. يلا انا متحمس كلش. شقد حلو الجو هنا. بهذه الطبيعة الحلوة يوميا اصيد منها واروح ابيع بالسوق. العراقيين كلهم يحبون السمك. راح يمشي شغلك. وتشتري لي؟ ما اشتري اي شي، روح لي البيت انا وراضي هسه شوي وجايين. قاطع صار عنده شغل منها رايح حتى القهوة ما يجي. لاش دعوة، اكيد عندي اوقات فراغ هواية اجي وياكم نقعد ونشرب. بس كل ما تجي جيب وياك علاقتين سمك، وحدة الي وحدة للصيني. قرب يا ولد قرب. سمك مال هسه قبل شوي صدته اول مرة بالسوق. سمك عراقي رهيب، الكمية محدودة بس راح اجيب النوب. عم قاطع هاي تبيع سمك؟ اي والله احسن من القعدة وشغلة حلوة. والله احسن قرار هذا. امي تحب السمك، اذا يومية تاكل ما تشبع منه. ايه خذ ليش منتظر؟ خلي اروح احكي له عليك واشوف ايش قد تريد وارجع لك. على راحتك. لك شنو هذا؟ قاطع لو اني متوهم. ايه قاطع بشحمه ولحمه، صاير سماك بالوسخ. جاسم احترم نفسك، واذا ما تريد تشتري امشي منه وخلي الناس تسترزق. الدنيا ماشيه على خراب، قاطع سماك. شبيك يا جاسم؟ ترى ما تسوى هالقد زعلان وحارق روحك. هذا قاطع شنو خلاه يبيع سمك؟ والله فكرتي هاي. فكرتك كان من البداية طبقتها وما انطيت مجال لأحد. والله ما اخليه يرتاح بشغلته هاي الا خليه يعوفه. جاسم برنا عوف الناس تشتغل وانت شوف لك شغلة تفيدك. انا ما يهمني افيد نفسي بقد ما يهمنا ضايق الناس. ليش شنو راح تسوي؟ انا اقول لك راح افتح بسطية سمك وابيع بصف قاطع. بعد ما اعرف شو اقول، انت حطيت قاطع براسك. اريدك وياي بهالفترة حتى يخاف قاطع اكثر. جاسم انت ورطة والله. ايش تسوي اذا غرقنا بسبب تفكيرك المعفن؟ تذكر دائما انت ويا جاسم برنا وكل شي ما عليك. الله ياخذك. الا نصيد سمك ونبيع اكثر من قاطع اضعاف مضاعفة. باع الهدوء والراحة النفسية هناش قد حلوة. الشبكة جاي تعبنا كلش، خل اسويها بنفسي. جواسم ايش دا تسوي؟ ابقى بمكانك هسه ارجع لك. لا يا نغل. ليش حذفتها قناة المسلسلات؟ انت قلتي لي انقلها وخليها رقم 1. بس ما نقلتها، انت حذفتها. يا حبالي ديليت نقل طلعت حذف. عمد حظي بيك. يلا وليدي كمل ريوق بسرعة، خلي نروح اليوم تأخرنا هواي. بطيخة امس قال الخاشي كثر السمك، راح ابقى اشتري منكم. بطيخة يحب السمك هو وامه، وهم العضلات يحتاجن سمك. والنفسية محتاجة بلاي. محتاج تكمل ريوقك وتقوم بسرعة لا اسويك نصين. ايه دخن تتشمت بيه. قلت لك اجواي سمعوا في هالسالفة، ما تشوف الناس تحب قاطع وما تشتري بس منه. اريد الكمية نفسه مثل كل مرة. تدلل، انت قدامك قاطع احسن بياع سمك مو مثل بعض ناس. لا خطية، قاطع ارحم بحالهم شوية. رادوا ينافسوني وخسروا ودباعوا عليهم.
قاطع انت الاصل والباقي تقليد. يلا قاطع انا مستعجل، حتى نسيت اجهزك، انشغلت بهذول اللي ما يسوون. عليك بيهم يا قاطع. عايف بيتي ومحلي واركض وراك، خاف اعوفك لحظة وتنتحر. شيش اعوفني بحالي. قلت لك ونصيحتك عوف هاي التفكير المعاق وانظر للحياة بإيجابية. غير يستقر في العطان، انا ما غثتني بالحياة بس سالفة قاطع. هم رجع لنفس الموضوع. خير شو صافن؟ والله ما له غير ام عباس تحل لي مشكلتي. شنو تخطط ولك؟ راح استعين بسحر ام عباس واكتسح قاطع وسوقه. الضربة الأولية قوة طلعت منها انت زين، وذا نفس الشيء ظلت الناس ويا قاطع وما حد يقلبك. دعم الشغله صار بيها مكر وخداع، هسه اقدر اهزم قاطع. الله يستر منك. يا جاسم وشيشة ما حد اشترى منهم. اي والله فد منظر يضحك، فاتتني هاللحظة حرامات. وقاطع مثل ابطال هوليود يحكي بزود ويقهر بيهم. اي والله قلت لهم هذا اللي ينافسني يجي يصير بس شي باوع شلون ابيع الناس. برايكم جاسم برنا وراح يسكت لو بعد هاي هي. هو بعد سكت مين شاف ما حد يجي يشتري منه. ديروا بالكم ترى جاسم ما يرحم وما عنده مانع حتى لو يقتلنا، المهم ما نشمت به. المهم قدام الناس صار ضحوكه. بهالمناسبة شاي اليوم على حسابي. ما الحياة وما أدراك ما الحياة، شقد تعبتني هالحياة. ميشو افتح الباب شوف منو. جاسم برنا، وانا بس لو اعرف هذا راسك شكو بيه، بكل شغله لازم تجي تاخذ لها سحر. ام عباس الناس ما ترحم، واذا مو هيك ما اقدر لهم. ليش هالمره منو تريد تسحره؟ تعرفين ابنك قاطع صاير يبيع سمك وسوقه مع شيء. وش تريد تسوي لي؟ انا هم ابيع سمك بصفه بس ما حد يقلبني. عافيه وليدي قاطع بدا يشغل عقلي. المشكله مو هنا، المشكله كل هاي الفلوس والارباح اللي طلعها جاي تروح لزهره تضمهن يمها. لا يابا لا عاد ايش عبالك؟ لهذا انطيني سحر اكبر بيه السمك مالتي وهيك الناس تشتري مني والفلوس اجيب هنا ليك. اذا هيك خوش هسه اسوي لك وصفه سحر تكبر السمك. جاسم اليوم جاي من وقت. اي والله الواحد لازم يطلع من وقت على رزقه. هو انت ما حد يشتري منك، وين رزق؟ الحال ما يبقى والدنيا دولاب يدور. الف الحمد لله على كل حال، بس جاسم عوف هالشغله، منافسه قاطع مرهقه كلش. اضحك هي تبين من يضحك بالاخير. عوف هاي الحكم، صار اسبوع انا ابيع وانت تباوع. هسه عوفني بحالي وراي شغله هواي، وانت روح رجع السمس للنهر ما دام بعد بيه الروح. الله يسعدك عمي قطع. هلا بطيخه هلا عمي، اشو ناس كل يوم جاسم وعايفتك، شنو السالفه؟ جاسم جايب سمك كبار ما اعرف منين. وش عجب مو جاي تصيدون من نفس النهر ونفس المنطقه؟ والله ما اعرف، هذا الشيطان. وانا اقول من الغب شو لقيته هنا ويحكي حكي واثق بنفسه. والحال هسه شنو تسوي بهالحاله؟ والله ما اعرف، اريد اعوف الشغله. لا اضج عمي انا اشتري منك. اليوم شلون شغلك؟ والله بس واقف وما حد اشترى مني، بس بطيخه يوميا يشتري سمك. أمه تحب السمك وهو يحب السمك على مود عضلاته. زين ايش عجب بس بطيخه، والناس شنو بسرعه ملوا من السمك؟ الشعب ما يشبع من السمك، بس جاسم برنا وجايب سمك كبار وكلها اشترت منه. جاسم برنا وما منه بس المشاكل والخراب. حال اذا اروح ابيع باكر لو لا؟ بلا تروح هسه من تبقى هنا وبعدين بطيخه يشتري منك. هو باكر اذا اروح افتح وابيع على مود بطيخه بس. سبحان مغير الأحوال، أمس وين واليوم وين، كل الزبائن رجعوا لي. سمك قاطع وبس. إيش عجب عفتوا جاسم مو عنده سمك كبار؟ صح عنده سمك كبار بس ما بينطعم، كل اللي اشتروا أمس من عنده تندموا. قلت لكم السمك الزين عندي وبس. قاطع إذا خلصت هذا الكمية جيب النب. هيك حالة لازم أعلم خاشي يصيد سمك وأنا أبيع هنا. ليش مو أنت تصيد وخاشي يبيع هنا؟ النهار يخوف. شلون حاض؟ انا ايش جابني على هيك سالفه؟ هو ما حد يحبني. سهله قاطع حسابك يمي. الخطه مالتي فشلت وهسه الناس كلها رجعت تشتري من قاطع. اعيد واكرر للمره المليون، مو قلت لك عوف هالشغله ولا تدخل نفسك؟ ولا كاني جاسم برناو واذا صخام هم صدق. بس والله الا خلي قاطع يندم على كل شيء. شنو راح تسوي له؟ وصيت على طلبية من موقع أمازون، مركب كيميائي إلا يدمر سمك قاطع، وحتى يندم أكثر راح أرمي له هذا المركب الكيميائي وهو يحط على سمكاته، يعني يهجم بيئته بنفسه. لك وين صرت يا معود؟ هياتني وصلت الموقع اللي كنت لي عليه.
يلا صار سنة بعدك ما واصل. وأخيرا همزين جيت، لكش هالمكان شقد بعيد، حتى بالGPS ما موجود. المهم جبت لي المادة الكيميائية مثل ما طلبت انت. زين ايش قد سعرها؟ سعرها ويا التوصيل والرسوم والجمارك والحبشكلات يطلع 99,000 دينار. هسه حاسبك بس اشوف البضاعة. اخ 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 شقد تعب، لو دافع حقهن احسن من هالمتاعب. قلت لك قاطع، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. هسه تجي تقرأ مكتوب مواد حافظة وياخذك الطمع وتحط للسمك مالتك، ويجي المادة تنخر السمك ومتبقي بس العظام. يا فتاح يا رزاق، يوم جديد إن شاء الله مكتوب لنا الخير بيه. قواك الله عمي، حلاب البطيخ، جات من وقت حتى أخذ السمك الزين قبل الناس. إيش قد تريد؟ هالمرة جاي عمتي ضيف وأريد 6 كيلوات من السمك الزين. تدلل بس لحظة، نسيت أجهز الميزان، ثواني وارجع لك. على راحتك عمي. هذا كاتشب إيش قد أحبه، خل أشرب شوي. وفي بيان للوزارة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة وتحليل الطب الجنائي، تم التوصل بأن الضحية مات بفعل مادة كيميائية فتاكة ولا يمكن أن تتوفر في العراق. ومن جهته فإن المتهم في هذه القضية قاطع المسطور لم يدلي بأي تصريح، بل اكتفى بقول إني بريء، بينما شهود عيان أكدوا بأن قاطع هو من قام بتسميم الضحية. وننتقل إلى مراسلنا هنا في موقع الجريمة. والله العظيم هذا قاطع كان يستدرج بطيخه يومية واعتقد كان يطيب لاش، وهذا الغبي يومية يجي لحد ما صار الصار. فوق مصيبتنا فضحنا على التلفزيون. الشرطة قالت إذا الحلقة جابت لايكات هواي نطلع قاطع ونسجن الصيني بمكانه.